راجل ادعى النبوة وكمان اسقط الصلاة عن اتباعه، وكان بيبوس ستات قدام ازواجهم. لا اله الا الله. وكانوا فاكرين ان دي بركة، والغريب ان اللي كانوا حواليه ما كانوش ناس بسيطة وبس، دول كانوا دكاترة ومثقفين كمان. مين هم صلاح شعيشع؟ وازاي ان طبيب في اسكندرية قدر ان يعمل اغرب واكبر قضايا ادعاء النبوة في تاريخ مصر الحديث؟ خليكم معانا للنهاية انها قصة اغرب مما تتخيل. هو شخص غريب جدا ومختلف تماما. اتولد في اسكندريه سنه 1922. من هو صغير كان بيتعرض للاستهزاء من اصحابه، وفي نفس الوقت كان بيتميز بقامته الطويله وجسمه القوي. كبر صلاح شعيشع، دخل كليه الطب وتخرج منها وتعين في الصحه المدرسيه، بس حاسس ان الشغلانه دي مش على قد كل طموحه، ولا هو ده المكان اللي هو شايف نفسه فيه. فقرر ان هو يسيب الشغل ده وراح فتح عياده خاصه بيه في محرم بيه. وكانت هنا البدايه الحقيقيه. صلاح تخصص في عمليات الاجهاض غير القانونيه، وبدأ يكون من وراها فلوس كتيرة جدا لحد ما بقى عنده صيت واسع جدا في اسكندرية. بس الغريب في الموضوع ان الفلوس ما كانتش كفاية، كان عنده غرور كبير جدا. في يوم جاله عامل ميكانيكي كان اسمه المغازي علشان يصلح عربية صلاح، وراح الميكانيكي حكاله ان الاسبوع اللي فات كان عند دجال اسمه محمد الرفاعي. وراح صلاح اتضايق جدا، قال له يا عم مفيش حاجة اسمها دجال اصلا، انا هوريك ازاي العلاج الحقيقي. راح جايب له جزازه ميه وراح قاعد يجرى عليها كتير، واداله كتاب حوالي 15 صفحه. صلاح اللي كاتب الكتاب ده بنفسه بيتكلم في الكتاب ده عن كل حاجه لها علاقه بالميكانيكي، وعن حاجات لها علاقه بالطاقه والعلاج. بعدها الميكانيكي وكل الناس اللي حواليه اندهشوا جدا من صلاح، ومن هنا بدأوا يفتكروا ان صلاح عنده قدرات خارقه وعنده قوه مغناطيسيه جباره. وبدأ صلاح في اللحظه دي يكون مجموعه كده من اصحابه والمقربين منه، وبعد خالص عن شغلة الإجهاض، برغم ان كان من الشغلانة دي بتجيب فلوس كويسة جدا. ومع العلم ان صلاح اتحكم عليه في 5 قضايا إجهاض. بس صلاح ما وقفش بس عند الفلوس، كان عايز حاجة أكبر من كده، كان عايز زعامة روحية. وهنا ابتدى صلاح يدعي ان هو عنده أمر إلهي، وان هو امتداد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى ان هو نفسه النبي اللي موجود في العصر ده. أول واحد صلاح أقنعها هي الممرضة بتاعته، وكانت هي أول مؤمنة بيه، وكان بيقيم معاها علاقه محرمه، وكان بيفهمها ان هي كده بتجرب من ربنا اكتر. وبعدها بدا ينشر افكاره من محرم بيه للاحياء الفقيره والمعارف القديمه، وابتدى يفسر القران والسنه على مزاجه هو. طبعا التفسيرات دي كلها كانت بالطريقه اللي تخدم صلاح، وسمى الطريقه بتاعته الطريقه الصالحيه الشاذليه. الموضوع كبر جدا، ما كانتش ناس بسيطه بس اللي مصدقه صلاح، كان فيهم دكاتره ومتعلمين ومثقفين كمان، منهم الدكتور احمد عبد العظيم وزوجته الدكتوره نشوى النوبي. والدكتوره نشوى النوبي لها قصه كبيره جدا مع صلاح هحكيها لكم بعدين. في الوقت ده بدا صلاح يعمل تنظيم سري، وكان اتباعه بيتجمعوا كل يوم اثنين وخميس في قاعه كبيره جدا شبه ساحات الملوك. بس هنا تبدا اغرب الطقوس. في الوقت ده اخترع صلاح طريقه جديده اسمها البوسه الصالحيه، زي ما سمعت كده. صلاح كان بيعتبر ان التقبيل ده نوع من انواع التقريب البشري. كان بيدخل على الرجاله ويبوس الراجل 3 بوسات من بوجه، اما السيدات فدول كان لهم عرض خاص، كان بعض التقبيلات بتوصل ل 23 بوسه للست الواحده في المره الواحده. ده احلى اوفر ده ولا ايه؟ ايه الاغرب ان بعض السيدات والرجاله كانوا بيتفاخروا بالموضوع ده، وكانت الست بتتفاخر بنا في حضره الشيخ صلاح شعيشع امبارح، وزوجها كان يمشي يتفاخر ويتباهى ان شعيشع عمل علاقه مع مراته. مش بس كده، اقام علاقه مع الدكتوره نشوى، وفي المقابل اداها لقب ام المؤمنين، وراح كاتب لها كتاب مخصوص عشان يمجد فيها. مع الوقت ابتدى يحرف الدين بشكل اكبر، العمليه بدات توسع معاه. راح اسقط الصلاه العاديه عن اتباعه كلهم، واستبدل الصلاه بان اتباعه يقفوا ويندهوا عليه سيدي صلاح سيدي صلاح. وعشان يقنع اتباعه اكتر واكتر فكان بيقنعهم انه بيحضر مجالس روحيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع السيده زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا ابتدى ان هو يحرف في تفاسير القرآن الكريم، وبدأ يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم. من اشهر كلام صلاح لاتباعه كان محمد القديم مات، وانا محمد الجديد المبعوث فيكم، فبدل ما تروحوا تحكوا لمحمد القديم تعال احكوا لنا. لكن القصه ما كانتش روحانيات بس، الموضوع اتحول لبزنس. صلاح بدأ هنا يجمع اشتراكات وتبرعات من اتباعه، وكان بيحط الارباح دي في شركته الخاصه علشان يعيش الحياه الرفاهيه ويشتري العربيات الفارهه اللي كان مشهور بيها ساعتها. لكن النهاية كانت بتجرب منه. في عام 1985 بعد مراقبة دقيقة من الشرطة تم اقتحام وقر الشيخ صلاح، وتم القبض عليه وعلى التنظيم كله، واللي كان فيه شخصيات متعلمة ومرموقة جدا. خلال تحقيقات النيابة كانت الدكتورة نشوى مصرة في التحقيقات تقول صلاح صلى الله عليه وسلم.
وكانت بتدافع عنه برغم انها كانت دكتوره وكانت مثقفه. النيابه ساعتها عرضت فيديوهات وتسجيلات صوتيه للطقوس اللي كانوا بيمارسوها ساعتها، طلبت توقيع اقصى عقوبه على صلاح بتهمه الارتداد وازدراء الاديان. وفي النهايه صدر الحكم بالسجن على صلاح واعوانه في واحده من اشهر قضايا ادعاء النبوه وازدراء الاديان في تاريخ مصر الحديث. والاغرب ان بعد السجن مفيش اي معلومه او اي صور صدرت عن صلاح واعوانه. وفي النهايه مات صلاح شعيشة واتجفلت، واحده من اغرب القضايا اللي حصلت في مصر عن ادعاء النبوه وازدراء الاديان في تاريخ مصر الحديث. وفي الاخر قصه صلاح شعيشة هتثبت لك ان الدجل عمره ما يبدا مره واحده، بيبدا بفكره صغيره وبكلمتين مقنعين، بشخص بيعرف يدخل لناس تايهه او محتاجه حد تصدقه، لحد ما تلاقي فعلا ناس مثقفه تصدق ان فعلا في نبي جديد. بس السؤال هيجي هنا، ازاي دكتور متعلم قدر يقنع ناس ودكاتره متعلمين زيه بكده؟ هل فعلا الكاريزما والاحتياج النفسي ممكن يخلي الانسان يصدق اي حاجه؟ لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب لنا في كومنت مين اكتر نصاب انت تعرفه.